يبدأ الفيلم بفويس اوفر بيوضح المعالم الاولى للشخصيات. يعني مثلا تيمور قال مفيش راجل عندنا تتكسر له كلمه، فبيبان ان هو متسلط شويه وتربيته اثرت في ده. وبعدين بنروح لشفيقه وان هي بتتضايق من اسم ابوها اللي هو ميمون، وبيبقى عامل لها مشاكل نفسيه كتير. ولما بيجي وقت الحكي عن ابو شفيقه توفى ازاي وان ابو تيمور حصله، بيحصل انتقال جميل قوي في الموسيقى التصويريه من موسيقى مبهجه وحالمه لموسيقى متاثره بالذكريات. وسرعان ما بترجع تاني عشان نكمل الحكايه. وده بيحصل لما تيمور بيجيب حق شفيقه من المس اللي اتريقت على اسم ابوها، وبيكون عن طريق ان هو فسلها كاوتشات العربيه. وبكريشندو سريع في الموسيقى مع ديسولف ترانزيشن بنروح للحاضر وبنشوف العلاقه بينهم بقت عامله ازاي دلوقتي بعد ما كبروا. وبنلاقي ان هما لسه فعلا بيحبوا بعض، لكن في اول مشهد بيتخانقوا بسبب غيره تيمور عليها، وده بسبب الواد اللي كانت خارجه معاه من السكشن. وهو معاه حق بصراحه، هي حاجه تعفرت، خصوصا ان هو في كليه الشرطه في اغلب الوقت مش موجود، فبيبقى خايف عليها. المهم بترد عليه شفيقه برد غريب جدا بانها لو عايزه تتميص قدامها طول الاسبوع، وده ملوش معنى لانها اول ما ركبت قالت له ان هي كانت ناسيه النهارده الخميس، فعادي هي كانت ممكن تبقى بتتميص النهارده مثلا. وعامه هتلاقي على طول الخط الكتابه بتوجد مبررات لشفيقه حتى لو هي غلط او المبررات دي غبيه، ودايما بيحاول يوصلك انها كسبت النقاش وان هي معاها حق حتى لو ده مش حقيقي، وده هيوضح اكتر قدام. المهم اسلوب الاخراج هو عباره عن سكتشات، يعني كل مشهد بموقف او مشكله عشان تشوف حيثيات العلاقه اكتر. وانا ما عنديش مشكله مع الاسلوب ده طول ما هو محطوط في كونتينر الحدوته اللي بتتحكي، وهو هنا معمول كويس بصراحه. وبنروح لمشكله تانية بس قبلها شرح العلاقه ام شفيقه مع تيمور وازاي هما شبه بعض جدا. والمشكله دي بتكون بسبب اللبس، وبرضه هو معاه حق، اللبس ده ما يتقعدش بيه في البيت حتى. فاتخانقوا ودخلت غيرته وهو كمان دخل غير البدله الكلاسيك عشان ما كانتش عاجباها. فبرضه هو دماغه مش جازمه للدرجه، يعني يمكن طريقه عرضه لاعتراضه غشيمه شويه، بس هو ما عندوش مشكله ان هو يغير الحاجه اللي مش عاجباها ويمشي الدنيا. وبيجي رامز يسخف عليه بالطريقه، وكمان بيبقى عايز شفيقه ترقص معاه. كتر خيره بصراحه ان هو سكت وعداها، لكن الواد رخم ما بيسكتش، فراح ياخد